العقل البشري في سن الطفولة وتحديداً قبل سن ال10 سنوات ما بيكونش عنده فلتر منطقي، هو عبارة عن جهاز تسجيل شغال 24 ساعة بيسجل مشاعر مش بس مواقف. لما بنقول أصله لسه صغير مش فاهم، إحنا بنرتكب أكبر خطأ تربوي. هو فعلاً مش فاهم بالمنطق بتاعه، بس هو حافظ بجهازه العصبي، لأنه بيخزن ردة فعلك لما بتتعصبي، وبيخزن قناعاتك عن الحياة، وبيخزن كمان صورته عن نفسه اللي انت بترسميها ليه. تخيلي طفل عنده 8 سنين وقع حاجة من ايده في عزومة ما، فالأم قالت له قدام الناس انت دايما مهمل وما بتفهمش. الطفل هنا سجل في جهاز التسجيل المفتوح شعور بالخزي ومعتقد ان هو مهمل. لما بيوصل لسن ال 14 سنة المعتقد ده بيطلع في شكل تمرد، لما بتطلبي منه حاجة بيرد ببرود أو بجاحة. انتي بتشوفيه بجاحة، بس الحقيقة العقل اللاواعي عنده بيطلع ملف قديم بيقول ما أنا كده كده مهمل وما بفهمش في نظرها، فخلينا نتصرف على الأساس ده. هنا بنستخدم أداة إعادة التسمية الإيجابية.